بدايل منتجات المقاطعة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده عملت لكم فيديو لكل الحاجات اللي قدرت ان انا اشتريها للبيت باسعار كويسه وانتاج مصري، وبعدت خالص عن المنتجات اللي احنا مش عايزين نجيبها. ودلوقتي هوريكم الحاجات دي، وعايزه اقول لكم ان الاسعار كلها كويسه جدا، واهم حاجه ان احنا نشجع منتج بلدنا. عايزه اقول لكم ان لقيت فرق اسعار، لقيت جوده كويسه جدا، وكل الحاجات اللي هقول لكم عليها في الفيديو ده هتكون حاجات فعلا جربتها وحلوه قوي، يعني تقدروا تستبدلوها بالمنتجات التانية. واكتر حاجه كلنا بنحتاجها في البيت وهو مسحوق الغسالة. عايزه اقول لكم روز جاردن طلع حلو جدا، بينظف الهدوم حلو قوي، ريحته كويسه جدا، سعره فظيع، حجمه كبير، هيقعد معاكي فتره. فانصحكم ان انتوا تجربوه بجد. شركه روز جاردن تعتبر كل الحاجات اللي انا جبتها حاليا من عندهم، وبجد بجد كل منتجاتهم حلوه قوي. تاني حاجه وبنحتاجها على طول وهو سائل المواعين. عايزه اقول لكم فيبا حلو جدا جدا جدا، بيقعد معاكي وقت طويل. البينك ده كمان حلو قوي للايدين وبيرغي كتير، وعايزه اقول لكم سعره كويس جدا جدا، وبرده انتاج مصري، فده كويس قوي قوي قوي، وكمان هتلاقوه متوفر في كل حته، فده هيعجبكم جدا. عشان انا بحب المنظفات جدا، فبرضو ده الشاور جيل. الشاور جيل ده برضو روز جاردن. عايزه اقول لكم حجمه كبير جدا، حلو قوي قوي قوي، وريحته جميله قوي وثابته كمان على الجسم، وسعره كويس وحجمه كويس، هيقعد معاكم فتره كبيره. زي ما قلت لكم شركه روز جاردن عامله معانا الصح. نيجي على اكتر حاجه بنستخدمها وهو نسكافيه. عايزه اقول لكم ان مصر كافيه انا بحبه قوي قوي، مش بس بستخدمه حاليا، انا بستخدمه من سنين وعجبني جدا طعمه، وسعره كمان كويس، وبيقعد معايا كتير. بصوا يعني دي خلاص قربت تخلص عندي التانية، لان انا ما بقدرش استغنى عنه. حتى كمان الباكيتات الصغيره منه تقدروا تجربوها. فبجد مصر كافيه حلو جدا جدا، وطعمه كويس وسعره كويس وموجود، فليه ما نجيبش مصر كافيه؟ نيجي بقى على الجبنه. انا بحب مزارع دينا جدا جدا جدا، عصاير البان كل حاجه جبن، بجد بجد شركه كويسه جدا. الجبنه بتاعتها يا جماعه حلوه، معموله بلبن بس، في منها طبعا ملح خفيف، في اسطنبولي، في براميلي. وعايزه اقول لكم الحجم ده حلو قوي وبيوفر وجميل، وطعم الجبنه حلو. يعني انتوا مش هتجيبوه بس علشان تقطعوا منتجات او كده، لا، هو اصلا الجبنه طعمها حلو قوي. فلو بتدوروا على جبنه يبقى اكيد مزارع دينا. نيجي بقى على الجبنه المثلثات، هنبعد عن المنتجات التانية. احب اقول لكم ان اللبنيتا حلوه جدا، سعرها حلو قوي، العبوه دي يعني هتوفر معاكم، وكمان طعم الجبنه حلوه، يعني للولاد بقى اللي بيحبوا الجبنه المثلثات. فلبنيتا كمان موجوده معانا، وشركه مصري وزي الفل. استكمالا للمنظفات، ده بديل للكلوركس الوان، ده اسمه كلورين. عايزه اقول لكم ده حلو جدا، انتاج مصري، وبرده سعره مختلف تماما عن كلوركس الوان. وفي كمان روز جاردن برده كلور، فهتلاقوا من ده او من ده، فالاثنين هيبقوا حلوين جدا. زي ما قلت لكم روز جاردن بجد من اكتر الشركات اللي عجبتني جدا الفتره دي. ده زيت منها، ودي مكرونه، المكرونه بتاعتها طلعت حلوه جدا جدا. طبعا زي ما قلت لكم الاسعار بتاعه المنتجات بتاعه روز جاردن كلها كويسه، وجودتها كمان كويسه. فبجد روز جاردن يعني يعتبر البيت كله دلوقتي عندي بقى روز جاردن. هنيجي بقى دلوقتي على الحاجات اللي الولاد ما بتستغناش عنها. بصوا دي بديل النوتيلا، طبعا الشوكولاته دي روز جاردن برضو. عايزه اقول لكم انا مش جايباها حاليا، انا بستخدم روز جاردن بقالي اكتر من 3 سنين، بجيبها على طول بديل النوتيلا. سعرها حلو جدا وطعمها حلو قوي. عايزه اقول لكم ان هي بتقعد برضو فتره، حجمها كويس وسعرها كويس جدا مقارنه باسعار الشوكولاتات الانواع التانية. دي بقى للبسكوتات اللي كل الولاد طبعا ما بتستغناش عنها. عايزه اقول لكم انا بحب اللوتس جدا، وابني كمان بيحب اللوتس جدا، فاكتشفت بسكوت حلو قوي اسمه لوتسي. ده اكني بالظبط اكني جبت لوتس بجد، وطبعا ده مصري وجميل جدا، وطعمه لذيذ وبيشبع وحلو قوي قوي قوي، ده عجبني جدا. زي ما قلت لكم روز جاردن عامله معانا الصح، فروز جاردن عامله كمان بسكوت شاي حلو قوي، عجبني جدا، حلو قوي مع الشاي. مش مختلف خالص عن اي انواع تانية، احنا عرفنا ان هي مش معانا، فبرضو روز جاردن عامله معانا الصح. الشوكولاته مش هنقدر نستغنى عن الشوكولاته. عايزه اقول لكم ان كورونا عامله شوكولاتات حلوه جدا بكل بقى انواع الشوكولاتات، بس انا بحب اللي هي بالفراوله دي واللي بالبرتقال، حلوين قوي. فكورونا برضو كشركه بتعمل شوكولاته، الشوكولاته بتاعتها حلو جدا، شوكولاته بقى كاكاو او اي حاجه من الحاجات دي. فانا برضو بحب الشوكولاتات دي زي ما قلت لكم. حتى حاجات الولاد هنقدر ان احنا نوفرها بسهوله. مستردة بقى، كاتشب، مايونيز، كل الحاجات دي روز جاردن برضو عامله كل الحاجات دي باسعار كويسه جدا وبجوده حلوه جدا جدا جدا. فبجد يا جماعه انا مبسوطه قوي قوي من شركه روز جاردن. بعد كده هنيجي للشاي. شاي العروسه كويس نوعا ما، مش هنقول ان هو فظيع، مش هنقول ان هو وحش، بس بصراحه يعني كويس، يعني ماشي حاله. مختلف شويه بس برضو اهو معانا وسعره كويس ولطيف. وخلينا في شاي العروسه. في كمان الجوهره برضو كويس جدا.
استكمالا للبسكوتات عايزه اقول لكم كوفرتينا برضو عامله بسكوت لذيذ قوي، ويفر حلو قوي. ده جواه فانيليا وده جواه شوكولاته، ده اشكال منه. بصوا عايزه اقول لكم حلو قوي، والعلبه بتاعته كويسه وعجب الولاد، يعني لطيف قوي قوي قوي. ده بديل اي بسكوت تاني. هنجي بقى على الشيبسي برضو محدش بيستغنى عنه. ده بيك شيبس، بيك شيبس حلو جدا، شركه برضو مصريه ولطيفه جدا، وفي منه انواع ثانيه مش بس الشكل ده، لا في نوع ثاني بس خلص اكلته. فعايزه اقول لكم ان بجد تقدروا توفروا كل البدايل. ومش بس كده، احنا بنعمل كده علشان نشجع انتاج بلدنا، علشان الحاجات المصري دي تظهر وتبان. احنا محتاجين ان الجوده تكون احسن شويه اكيد، بس احنا مستمتعين بالجوده دي برده مش وحشه، الاسعار كويسه، نتمنى ان الاسعار تفضل كويسه ما تزيدش. وبجد عايزه اقول لكم ان قدرت ان انا اوفر حاجات كتير للبيت، وحاسه ان في فرق في الفلوس، فرق في السعر ما بين الحاجات دي وما بين الحاجات التانيه اللي كنت بجيبها. عايزه اقول لكم ان يا ريت نشجع بعض كلنا ان احنا نعمل ده، علشان كمان انتاج بلدنا، وعلشان نشجع الشركات المصريه. مش بس كده، يا ريت كمان كلنا نشجع كل البراندات اللي بتعمل منتجات تجميل، اللي بتعمل برفانات او اي حاجات من اللي احنا بنحتاجها كبنات او كرجاله كمان. نشجع ده ونشجع انتاج بلدنا. انا قلت لكم ان انا هشجع كل البراندات اللي بتبعت لي اعمل لها ريفيوهات، كل الحاجات المصريه وكل الحاجات اللي هي يعني لسه عايزه تظهر. يا ريت كلنا نعمل ده، وما ننساش ان ده هيأثر جدا جدا معانا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم اعملوا لايك وكومنت وشير. باي باي.